السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مكرونة بالبشاميل. انا ما عملتهاش قبل كده في القناة عندي. فهعملها، يعني فيها حاجة بس مختلفة عن اللي انا بعملها دايما. يلا بينا هنشوفها تعمل ازاي. اول حاجة هنصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا هنا جبت كيس مكرونه عادي، انت لو بتجيبيها سايبه براحتك. انا جبت كيس من اللي هو النص كيلو ده مكرونه قلم طبعا، وسلقته. عشان طبعا انا ما جبتش اللقطه دي، فالحاجات اللي انا حضرتها هي المكرونه. سلقتها، غليت ميه طبعا. لو البنات اللي لسه جديده يعني في الجواز وما تعرفش، غليت ميه وبعد كده نزلت فيها المكرونه لحد ما اتسلقت زي نص سلقه كده. لو انت هتحطيها في الفرن، لو انت هتشغلي الشوايه بس، انا بسلقها سلق كامل. شايفين شكلها عامل ازاي في الطبق؟ جميله جدا. هحضر بقى العصاج، هجيب مقلايه كده واحط فيها حبه زيت. وانا لما بحضر العصاج بنزل بالبصل الاول، في ناس بتنزل باللحمه، دي حاجه بطريقتك انتي، كل شيخ وليه طريقه. انا بنزل بالبصل الاول عشان البصل بتاخد وقت شويه عن اللحمه المفرومه، لحد ما تدبل كده وتبقى لونها شفاف. هقوم جايباها على جنب كده، وبعد كده انزل ادي للحمه المفرومه صدمه كده تغير لونها. وبعد ما تغير لونها، هي والبصله هحطهم على بعض. هقلب كده بقى كويس، وبعد كده هضيف بقى الملح والفلفل. ده اللي انا بضيفه بس للعصاج. لو عايزه تحطي بهارات لحمه براحتك، عايزه تحطي بقى فلفل اخضر بيدي برضو طعم، او فلفل الوان اللي انت عايزاه. في ناس بتضيف برضو على العصاج زي رشه قرفه كده، بس انا مبحبش القرفه بصراحه في العصاج. جيت انا في الاخر كده بعد ما اللحمه استوت شويه، قمت عامله قرنين فلفل اخضر كده، وهسيبهم 5 دقايق عشان الفلفل يستوي، وهطفي عليها. بعد كده هحضر بقى البشاميل. انا بعمل البشاميل من البيت، ما بجيبش الخلطة الجاهزة. بحط مكعبين زبدة قصادهم معلقتين دقيق. المكعب الزبدة يبقى قد معلقة الدقيق، وبعد كده قلبتهم في بعض لحد ما ريحة الدقيق بتروح. وبنزل بلتر لبن، وافضل اقلب عشان اللبن ما يكلكعش مع الدقيق والزبدة. هفضل اقلب اقلب كده، وبعد كده هحط الملح والفلفل. ممكن تضيفي مرق الدجاج، بتدي برضو طعم، بس انا ما كانش عندي فاكتفيت بالملح والفلفل بس. لحد ما البشاميل تقل كده، هجيب بقى صينية فرن، هعمل في ارضيتها كده بقسماط عشان المكرونة ما تلزقش فيها. وحطيت نص كمية المكرونة اللي معايا، هسويها كده، وبعد ما اسويها هحط فوقيها العصاج اللحم. هفرد بقى عصاج اللحمة كده. على فكرة ده ربع كيلو لحمة، انت عايزة تزودي اللحمة براحتك. انا بعمل ربع كيلو بس على قد افراد اسرتي. هفرد كده وهجيب النص التاني للمكرونة، بس قبل ما اضيف النص التاني هحط طبقة من البشاميل كده على العصاج. طبعا تكوني ظابطة ملح العصاج وظابطة ملح البشاميل، بس يكون مظبوط بالملي، لا يكون قليل ولا يكون حادق عشان تقولي لا ده يكمل ده يبقى مظبوط وده يبقى مظبوط. هتلاقي الأكلة في الآخر طعمها مظبوط معاكي، ملحها كله مظبوط معاكي. بعد ما حطيت كبشتين تلاتة كده من البشاميل، ضفت بقى بقية المكرونة، هوزعها كده برضو على السطح، واقوم نازلة بالبشاميل اللي باقي معايا. البشاميل هنا لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، يعني قوامه مناسب. لو هو اخف من كده هتولعي الفرن، هتحطيها زي ربع ساعة على ارضية الفرن. لو هو تقيل كده، كل حاجة مستوية طبعا، مش هتحتاجي ان انتي تحطيها في الفرن عشان تاخد سوا كمان.
فأنا حطيتها تحت الشواية على طول لأن البشاميل معايا تقيل وكويس. بعد ما أنا فردت البشاميل كده بقى، أنا عادةً الحاجة بقى اللي باقول لِك أنا ضفتها المرة دي، أنا عادةً ما باحطش أي جبن نهائي، أنا باحب المكرونة البشاميل من غير أي جبن، لا موتزاريلا ولا جبنة رومي ولا شيدر، بس المرة دي بصراحة حبيت أحط التركة دي، آآ بس أنا باحبها من غير حاجة، حطيت جبنة موتزاريلا فوق الوش كده وولعت الشواية عشان الفرن يسخن، ودخلتها تحت الشواية، طلع بالمنظر الروعة اللي انتوا شايفينه ده. لما بكون مش حاطة جبن، لو ملاحظين الجبنة هي اللي خدت لون، والبشاميل اتشمع، هو مش صايص، لا هو اتشمع، والجبنة هي اللي خدت لون. بس بصراحة كان طعمها تحفة، هي كده بالجبنة أو من غير جبنة بتبقى تحفة. أنا من عشاق البشاميل. طلعت خلطة هنا بقى عمرها ما بتطلع سليمة معايا بس مش مشكلة، المهم المضمون. شايفين بقى جمال المكرونة عاملة ازاي؟ جربوها بالطريقة دي، سهلة وبسيطة وطريقة تقليدية مش مكلفة كتير. ندوق بقى الطعم. بصراحة كانت خطيرة جدا. انا بحب المكرونة البشاميل ما تبقاش ناشفة، بحبها تكون طرية من جوه، جوسي كده. جربوها بالطريقة دي. لو وصلت لحد هنا وعجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.